ازازه الدق لا يجي عمر تاني دي. محتفظ بيها. كل ده ب 10 يا معلم. الله يبارك لك يا يلا معلم. خلي ان الغلابه شاء الله مش هروح لك موسم قريب. يا رب. تعال كل صباح العسل. تعال كل. تعال. عيال مجرم. سمعت كتير إن الأكلة الحلوة يتفات لها بلاد، سواء كانت بسيطة أو حتى معروفة ومنتشرة، لكن اللي بيميز الأكلة دي عن باقي اللي بيعملوها نعمة القبول والرزق ونفس الشخص نفسه وشوية شطارة، واللي بيقولوا عليها سر الصنعة. على بال ما البلد تصحى والدنيا تصحى وبنزل شويه اللي انا بنزلهم، ربنا بيراضيني براضي، نعمه من عند الله. ودي عربية كشري واقفة في قلب الأراضي الزراعية وفي قرية من إحدى القرى الريفية، وبتعمل شوية كشري أصليين 100%. كل حاجه طعمها باين، الرز طعمه باين، التقليه طعمها باين، حتى الدقه بتفاصيلها طعمها باين. ده غير نظافة عم ناصر واللي شغال بمعدات بدائية وفطرته في عمايل الكشري والصلصة والتقلية. كله بياكل، ب5 شغال وب10 شغال، حتى أهل المنطقة بياكلوا منها يوميا وبدون جدال. شايف الجردلين دول؟ ده جردل ميه نظيفه وده جردل ميه بصابون عشان يغسل الاطباق.